يا هلا 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 هلا، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسلامه يا رب. رجعنا لكم بفيديو جامد وفيديو اسطوري، فيديو بعرفك فيه اسهل الطرق اللي انت ممكن تستخدمها علشان توصل ديفيجن 1 مستريح. حرفيا هتتعب قليل جدا 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 بعد ما تسمع الفيديو ده، واتمنى الفيديو ده يكون مفيد جدا ليك. ويلا عشان ما اطولش عليكم، ويلا بينا. اول حاجه عشان توصل ديفيجن 1 ويكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لك ومن غير ما اعقده عليك ويبقى الموضوع سهل، لازم واهم حاجه هي الخطه اللي قدامك دي حاليا هي من افضل الخطط اللي انت ممكن تلعب بيها في اللعبه. عندك كذا حاجات انت ممكن تغيرها، اوبشنز كتير جدا. ممكن مثلا تخلي السي ام اف ده اي ام اف، ممكن تخلي الدي ام اف نص ملعب، ممكن تنزل الاس اس اي ام اف. عندك طرق كتير ان انت ممكن تغير فيها الخطه، ولكن هي دي افضل خطه انت ممكن تلعب بيها. وطبعا الموضوع كله مش متمحور حوالين الخطه بس، وعشان كده هنخش برقم اتنين. ويلا على رقم اتنين بسرعه، يلا بينا. ورقم اتنين معانا وهي التكتيك. ايه يا بلتزاوي اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه الفرق بين الخطه والتكتيك؟ ياه، ده موضوع كبير قوي. التكتيك يا حبيب قلبي ان انت عملت الخطه ورايح تلعب بيها. طبعا كل اسلوب مدرب بيفرق عن التاني، فالتكتيك بتاعي كده كده هيكون مختلف. انت مثلا معاك الكوره، استخلصت الكوره وانت راجل بتلعب لونج بول كاونتر، هتلاقي المهاجمين بتوعك بيجروا لقدام بحيث ان انت ترفع ثرو لوب واللعيبه ايه تاخد الكوره. نفس الاسلوب ده على الكويك كاونتر، ولكن الكويك كاونتر اضعف دفاعيا. اضعف دفاعيا ليه؟ هقول لك. لانه هو بيعتمد على الضغط العالي، فانت لعيبتك كلها بتضغط، فغصب عنك اللعيبه كلها بتتقدم. اما اللعيبه كلها بتتقدم، انت حرفيا ظهرك كله بيبقى فاضي واي ثرو لوب بيعدي. انما اللونج بول كاونتر الدفاع يعني مش بتلعب على الضغط العالي قوي، بيكون في ضغط ولكن متوسط طبعا، مش زي الكويك كاونتر. فبيكون الدفاع متاخر شويه لورا ومش فاتح قدام اللي قدام قوي، فالعمق بالنسبه للخصم بيكون صعب انه يعرف يخترقه. فده افضل اسلوب حاليا. ولكن برضو نرجع للنقطه الاساسيه وهي نقطه التكتيك. ازاي تعرف تتكتك في الماتش وتفكر وتمخمخ؟ انت عشان تتكتك يا صاحبي، من الاخر انت لازم تكونتر الخطه اللي قدامك. موضوع بسيط قوي، هفهمك ازاي. انت مثلا طيارة لك واحد زي اللي قدامك في الصوره ده، واحد بيلعب خطه العرضيات. هل انت هتسيب خطتك زي ما هي وتلعب بالحب والكنتالوب وزي ما تيجي تيجي وتكسب وتخسر؟ لا طبعا يا حبيب قلب اخوك. اول ما تلاقي واحد بيلعب حرام فوتبول وحرام بول ويعني بلاش نقول كلام وحش، انت بقى تقوم مغير الخطه. الراجل مثلا بيرفع من ناحيه الشمال، يعني من ناحيه اليمين بالنسبه لك. ما هو اللي على اليمين هو عكسه، تمام؟ مثلا هو بيرفع من على اليمين، فهو عندك هيكون في الزاويه الشمال. فهنفترض ان هو بيرفع على الزاويه الشمال من ناحيته، فمن ناحيتك انت هيبقى من اليمين. انت يا باشا هتلعب الدي ام اف مكانه، كل اللعيبه مكانها. هتلعب طبعا لازم الديفنسيف فول باك تلعب بيه في نفس المنطقه اللي هو يلعب فيها. اللعيب اللي هيرفع بيه هو مثلا هيرفع بالجناح وتحته ار ام اف، وفي النص اس اس كده عشان يرخم عليك. لان الاس اس في المكان ده لو انت قافل على الار ام اف والار دبليو بتاعه، الاس اس بقى بيتحرك في العمق هنا وفي المساحه، فطبعا بيبقى الموضوع رخم. انت ازاي بقى تشغل دماغك؟ انت هتقوم منزل دي ام اف حلو قوي هنا كده، وهتنزل نص الملعب في نص الملعب بالظبط. ليه بقى؟ بحيث ان انت نص الملعب بتاعك ده يبقى قافل على نص الملعب بتاعه، بحيث ان هو ما يقدرش يطلع بالكوره ويكون مرخم عليه. والدي ام اف اللي هنا على اليمين ده، ده هو بالظبط، ده هو شايف ده هو. هتعمل بيه ايه بقى؟ هتخش على المدرب وتدوس على العلامه الحلوه دي، ان هي اللي اسمها individual instructions، معرفش بالعربي يعني ايه الصراحه. فانت اول ما تخش عليه هتدوس على ديفنس 1، هتدوس عليها وتدوس على حاجه اسمها مان ماركينج، ان هي دي هي بتكون متفعله طبعا في الماتش. فانت باللاعب اللي انت حاطه في الدي ام اف ده هتمان مارك اللاعب التاني. يعني ايه بقى مان مارك؟ هفهمك ببساطه خالص، لان ده محتاج فيديو لوحده. هتمان مارك يعني الراجل بتاعك هيبقى ماسك الراجل بتاعه، الاتنين لازقين في بعض. هو هيبقى ماسكه والتاني مش هيعرف يتحرك. حرفيا هو بيطلع لقدام، ده بيطلع معاه لقدام، بيرجع لورا وده بيرجع معاه لورا. فانت لازم تتكتك، لازم تبقى فاهم اللي قدامك هيلعب ازاي. هو مثلا هيلعب على الاجنحه، فانا امسك كل ار بي وال بي امسك الاجنحه بتاعته. هيلعب على الاي ام اف، فامسك الاي ام اف بتوعه بالدي ام اف اللي عندي. وهكذا. هو ده التكتيك. والتكتيك برضو كمان ان انت تعرف انت هتباصي لمين وامتى. وده هيودينا للنقطة رقم 3. النقطة رقم 3 وهي ازاي تختار اللعيبة بتاعتك على حسب الخطة وعلى حسب اسلوب لعبك. افضل حاجة والملخص المفيد بالنسبة لي هو ان انت هتخش على اللعيبة اللي عندك كلها وتختار حاجة جميلة قوي اسمها الفلتر. الفلتر هنا هتنزل تحت كده وتيجي على حاجة اسمها لايف ابديتنج ريتنج، او ابديت ريتنج سوري. هتدوس عليها، هتختار معانا الاي والبي. دي هي حالات اللعيبه اللي انت هتقدر تلعب بيهم في الاسبوع ده. الملخص المفيد ان انت كل ما لعيبتك هيكون الحاله بتاعتها افضل، ده هيديك افضل اداء قدام اي لاعب حتى قوي او لعيبته كلها ايبك. ده هيبقى نقطه قويه جدا في صالحك وتقدر تستخدمها حتى لو انت بالها سكريبت. دوس ضن هنا يا حبيب قلبي، وهيجيب لك اللعيبه اللي عندك اللي حالتهم بتكون A و B.
فطبعا انت بتختار بقى الافضل المناسب ليك على حسب الخطه، على حسب التشكيله، وعلى حسب اللاعب ده جديد ولا قديم، لان الموضوع ده بيفرق معاك طبعا يا حبيب قلبي. ولازم تقعد تجرب اللعيبه دي كتير، تجربهم في ماتشات اي وتجربهم في ماتشات ان انت تلاعب فيهم ناس كتير في الديفيجن. عادي انك تخسر 100 ماتش في الديفيجن، عادي انك تخسر 1000 وتكسب 20. الموضوع مش منافسه، انت مش بتنافس حد، انت بتحاول بس تصعد ديفيجن 1 كده بالحب، وتاخد اللاعب اللي لعبك تدولك المجاني عشان تجربه، ويبقى الاكونت بتاعك بس شكله حلو ان انت طلعت ديفيجن 1 وكده. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل. ونيجي لاخر واهم نقطه، والنقطه دي بعيدا عن الخطه وبعيدا عن المدرب وبعيدا عن النقط الاساسيه اللي انت المفروض تعملها، وبناء على النقط الاساسيه ان دي طبعا نقط اساسيه لازم تاخد بالك منها، وهي ان انت ازاي تعرف تلعب في الديفيجن اساسا. اول نقطه حرفيا فاصله بينك وبين اي محترف، ان هو بيكون هادف تصرفاته وهادف حركاته، وعارف هو بيباصي لمين، وعارف هو بيباصي ازاي، وعارف اللعيب بتاعه هيتحرك امتى، وهل ده اللاعب المناسب ان هو هيباصيله في الوقت ده وفي التوقيت ده. لان الموضوع كله مش موضوع عشوائي اي حد يعرف يباصي واي حد يعرف يلعب واي حد يعرف يتصنف، لا الموضوع صعب طبعا ومش اي حد يعرف يعمله. والفكره كلها مش في اللعيبه الايبك على قد هو التوقيت الصح والخطوه الصح في الميعاد الصح. ونقطه كمان ونقطه اخيره، حاول ما تخليش في بالك ان اللي قدامك طول ما هو معاه لعيبه ايبك فهو افضل منك. بالعكس، انت ممكن تكون انت معاك افضليه بحيث ان هو ان انت تكون بتعرف تلعب وهو عنده لعيبه ايبك في الفاضي، وانك طبعا مشيت بالخطوات بتاعتنا، وان انت كده طبعا اسطوري، وانت كده جامد 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 قوي كمان لو مشيت بكل الخطوات دي صح. واضمن لك كمان الصعود للديفيجن الاول باسهل طريقه ممكنه وفي اقل وقت كمان. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك المقطع ما تنساش تدوس اللايك والسبسكرايب، والى اللقاء.